السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض أسئلة على الدرس الثاني مجموعتنا الشمسية في كتاب الامتحان صفحة 31. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. 1. تتشابه معظم كواكب المجموعة الشمسية في اتجاه الدوران. أنا عندي كواكب المجموعة الشمسية 4 داخلية و4 خارجية، ويتشابهوا في اتجاه الدوران حول الشمس. تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة في مدارات بيضاوية الشكل. 2. أقرب الكواكب الخارجية من نجم الشمس كوكب المشتري، وأقرب الكواكب الخارجية من نجم الشمس المشتري زحل، أورانوس، نبتون. 3. أي الكواكب الأرضية التالية تتلقى أكبر كمية من الطاقة الشمسية؟ من أقرب واحد للشمس هو كوكب عطارد. 4. أي من الأشكال التالية تعبر عن النسبة الصحيحة لمساحة الماء على كوكب الأرض؟ مساحة الماء حوالي 70.7% على كوكب الأرض، تبقى الإجابة رقم ج ديت 70.7%. رقم 5. أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما كوكب المشتري. 6. كوكب من الكواكب التي يتكون معظمها من مواد غازية زحل، لأن زحل من الكواكب الخارجية، والكواكب الخارجية معظمها بتتكون من مواد غازية. أما الكواكب الداخلية زي عطارد والأرض والزهرة ديت كواكب داخلية، والكواكب دي مشابهة للأرض تتكون من مواد صخرية. 7. أقرب كواكب المجموعة الداخلية لحزام الكويكبات كوكب المريخ، لأن حزام الكويكبات بيفصل بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية، فأقرب كواكب المجموعة الداخلية هو كوكب المريخ لحزام الكويكبات. 8. يعد الكوكب الموضح في الصورة المقابلة توأما لكوكب دي كوكب نبتون، هو توأم لكوكب أورانوس، يبقى نبتون توأم كوكب أورانوس. 9. يتشابه كل من زحل والمشتري في التركيب. 10. أبطأ الكواكب في الدوران حول الشمس هو أبعد الكواكب نبتون. السؤال الثاني، أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. 1. يعتبر أقرب النجوم للأرض وحجمه يساوي 1,000,000 مرة حجم الأرض الشمس. 2. يطلق على كوكب توأم الأرض كوكب الزهرة. 3. توجد مجموعة من الكويكبات الصغيرة بين كوكبي المريخ والمشتري. 4. يتميز كوكب بوجود حلقات حلزونية حوله كوكب زحل، يبقى كوكب زحل يتميز بوجود حلقات حلزونية حوله. السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات بيضاوية الشكل من الشرق إلى الغرب. خطأ، لأن الكواكب بتدور حول الشمس في مدارات بيضاوية الشكل من الغرب إلى الشرق، يعني العكس. 2. يدور حول كوكب الأرض قمر واحد ويعد التابع الوحيد له. صواب. 3. يعد السبب الرئيسي لسرعة دوران كوكب عطارد حول الشمس هو صغر حجمه. خطأ، هو قربه من الشمس، يبقى كوكب عطارد عشان هو قريب من الشمس فهو سريع الدوران. 4. تتكون الحلقات الحلزونية حول كوكب زحل من أجسام صخرية وجليدية. صواب. 5. كواكب المجموعة الخارجية تتكون معظمها من مواد صخرية. خطأ، لأن كواكب المجموعة الخارجية معظمها يتكون من مواد غازية، أما كواكب المجموعة الداخلية فهي تتكون من مواد صخرية مشابهة للأرض، عشان كده بقول عليها الكواكب الأرضية. 6. تتشابه مجموعة الكواكب الخارجية مع النجوم في بعض الخصائص. صواب، لأن النجوم مواد غازية والكواكب الخارجية تتكون من مواد غازية. 7. تستغرق الكواكب الخارجية وقتا أكثر من الكواكب الداخلية للدوران حول الشمس لأنها أكبر في الحجم. خطأ، لأنها أبعد عن الشمس، يبقى لأنها أبعد عن الشمس. 8. يعد كوكب نبتون أبعد الكواكب عن الشمس وأشدها برودة.
صواب. 9 يزداد اتساع المدار الذي تدور فيه الكواكب كلما ابتعدت عن الشمس. صواب. 4 اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. 1 أقرب كوكب للشمس ويدور حولها في مدة أقصر من أي كوكب آخر. كوكب عطارد. 2 التابع الوحيد لكوكب الأرض القمر. 3 كوكب لونه أحمر وتربته غنية بأكاسيد الحديد الحمراء. كوكب المريخ، علشان كده سميناه الكوكب الأحمر لأن تربته غنية بأكاسيد الحديد الحمراء. 4 يعد حدا فاصلا بين كواكب المجموعة الداخلية والخارجية. حزام الكويكبات، يبقى حزام الكويكبات. 5 كوكب يبدو ككرة ملساء ولونه أخضر يميل إلى الزرقة. كوكب أورانوس. 6 كوكب يبدو كالماسة الزرقاء يشع ضوء خافت في الكون. كوكب نبتون. 5 بما تفسر. 1 أهمية نجم الشمس لكوكب الأرض. الشمس تمد كوكب الأرض بالضوء والحرارة، يبقى الشمس مهمة لكوكب الأرض لأن الشمس تمد كوكب الأرض بالضوء والحرارة. 2 عدم اصطدام كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها أثناء الدوران حول الشمس، لأن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنتظمة في فلك محدد لا يميل ولا ينحرف عنه. يبقى لأن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة في فلك محدد لا يميل ولا ينحرف عنه. 3 يطلق على مجموعة الكواكب الداخلية للشمس اسم الكواكب الأرضية لأنها كواكب صلبة مكونة من مواد صخرية مشابهة لكوكب الأرض. يبقى لأنها كواكب صلبة مكونة من مواد صخرية مشابهة للأرض. 4 يسمى كوكب الزهرة بتوأم الأرض لأن كوكب الزهرة يقارب مع كوكب الأرض في القطر والحجم والكتلة. يبقى لأن الزهرة يقارب كوكب الأرض في القطر والحجم والكتلة. 5 كان من الصعب تحديد مدة دوران كوكب الزهرة حول نفسه لأن كوكب الزهرة له غلاف غازي متماسك يصعب اختراقه. يبقى لأن كوكب الزهرة له غلاف غازي متماسك يصعب اختراقه. 6 يعرف كوكب الأرض بالكوكب المائي لأن الماء يشغل نحو 70.7% من مساحته. يبقى لأن الماء يشغل 70.7% من مساحته. 7 السنة على كوكب المريخ أكبر منها على كوكب عطارد لأن كوكب المريخ أبعد عن الشمس من كوكب عطارد وبالتالي يستغرق كوكب المريخ وقت أطول للدوران حول الشمس. يبقى لأن كوكب المريخ أبعد عن الشمس من كوكب عطارد وبالتالي يستغرق كوكب المريخ وقت أطول للدوران حول الشمس. السؤال الثامن يسمى كوكب المريخ بالكوكب الأحمر لأن تربته غنية بأكاسيد الحديد الحمراء. يبقى لأن تربته غنية بأكاسيد الحديد الحمراء. 9 يطلق على كوكب نبتون الكوكب الأزرق لأنه يبدو كماسة زرقاء تشع ضوء خافت في الكون. يبقى لأنه يبدو كماسة زرقاء تشع ضوء خافت في الكون. 6 ما النتائج المترتبة على. ما النتائج يعني اللي حصل لما 1 دوران الكواكب حول الشمس في مدارات محددة ومنتظمة أدى ذلك إلى عدم تصادم الكواكب مع بعضها. يبقى أدى إلى عدم تصادم الكواكب مع بعضها. 2 قرب كوكب عطارد من نجم الشمس أصبح شديد الحرارة وأسرع كواكب المجموعة الشمسية. يبقى أصبح شديد الحرارة وأسرع الكواكب في المجموعة الشمسية. 3 بعد كوكب نبتون عن نجم الشمس أصبح شديد البرودة وأبطأ كواكب المجموعة الشمسية. أصبح شديد البرودة وأبطأ كواكب المجموعة الشمسية. 7 ما المقصود بحزام الكويكبات؟ هو عدد كبير من الكويكبات الصغيرة تفصل بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية وتأخذ شكل حزام بين كوكبي المريخ والمشتري. يبقى حزام الكويكبات هو مجموعة من الكويكبات الصغيرة تفصل بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية وتأخذ شكل حزام بين كوكبي المريخ والمشتري. 8 ماذا يحدث إذا 1 وجدت حياة على كوكب المريخ؟ سوف ينتقل بعض سكان كوكب الأرض إلى كوكب المريخ للحياة عليه. يبقى سوف ينتقل سكان كوكب الأرض إلى كوكب المريخ للحياة عليه. 2 أصبح كوكب الأرض مكان كوكب نبتون. سوف يصبح كوكب الأرض شديد البرودة وبطيء الدوران حول
الشمس. يبقى سوف يصبح كوكب الأرض شديد البرودة وبطيء الدوران حول الشمس. 9. ما الفرق بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية؟ الكواكب الداخلية هي كواكب صغيرة الحجم صلبة تتكون من مواد صخرية مشابهة للأرض، وهي الأقرب من الشمس وسريعة الدوران. يبقى الكواكب الداخلية هي كواكب صغيرة الحجم صلبة تتكون من مواد صخرية مشابهة للأرض قريبة من الشمس وسريعة الدوران. أما الكواكب الخارجية فهي كواكب كبيرة الحجم تتكون معظمها من مواد غازية بعيدة عن الشمس وبطيئة الدوران. يبقى هقول عكس الكلام ده، الكواكب الخارجية كبيرة الحجم تتكون من مواد غازية بعيدة عن الشمس وبطيئة الدوران. 10. قارن بين كوكب عطارد وكوكب المشتري. كوكب عطارد هو أصغر الكواكب حجما وأقرب الكواكب للشمس وشديد الحرارة، والسنة على سطحه 88 يوم. يبقى كوكب عطارد هو أصغر الكواكب وأقرب الكواكب إلى الشمس وشديد الحرارة، والسنة على سطحه 88 يوم. أما كوكب المشتري فهو أكبر الكواكب حجما والسنة على سطحه 12 سنة أرضية. يبقى كوكب المشتري أكبر الكواكب حجما والسنة على سطحه 12 سنة أرضية. 11. استنتج أهمية موقع كوكب الأرض بالنسبة للشمس. هقول له موقع كوكب الأرض المناسب من الشمس جعلها تتلقى كمية مناسبة من الإشعاع الشمسي مما جعل الأرض صالحة للحياة عليها. يبقى موقع كوكب الأرض المناسب من الشمس جعلها صالحة للحياة عليها. 12. انظر الشكل المقابل ثم أجب عن الأسئلة الآتية. 1. ما الاسم الذي يطلق على الكوكب رقم 1 ولماذا؟ الكوكب رقم 1 ده الكوكب الأحمر اللي هو كوكب المريخ، وسمي بذلك لأن تربته غنية بأكاسيد الحديد حمراء اللون. 2. ما المجموعة التي ينتمي إليها الكوكب رقم 2؟ الكوكب رقم 2 ده الأرض ينتمي إلى مجموعة الكواكب الداخلية. خصائص كوكب الأرض: يعرف بالكوكب المائي لأن الماء يشغل 70.7% من مساحته، يدور حوله قمر واحد ويعد التابع له، السنة على سطحه 365.25 يوم. 3. بما يتصف الكوكب رقم 3؟ الكوكب رقم 3 ده كوكب الزهرة ويتصف بأنه توأم الأرض. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الجزء الأول من أسئلة الدرس الثاني، وما تنساش تتابع معانا حل الجزء الثاني وكمان حل الامتحان على الدرس الثاني مجموعاتنا الشمسية. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.